قائمة من التهم الخطيرة رغم الصبغة السياسية التي رافقتها أوصلت نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى حبل المشنقة. الأدلة التي تقول الحكومة أنها تمتلكها هي اعترافات حراس الهاشمي ال5 المعتقلين، تهم تتراوح بين إدارة فرق موت وتفجير سيارات مفخخة وزرع عبوات ناسفة. ويستاهل الإعدام، لأن شنو؟ ما اشتغل عدل، كتل العالم، ضرب العالم. يعني نائب رئيس الجمهورية المفروض يكون قدوة، يعاوننا، يعيننا، يعيشنا، مو يشتغل إرهاب يكتل العالم. محامو الهاشمي يقولون إن التهم ستزداد، وستسعى الحكومة إلى تحميل الهاشمي وصهره أحمد قحطان المسؤولية عن سنوات الدم التي امتدت من عام 2005 إلى 2011، وإن بوتيرة متفاوتة. الهاشمي زعيم الحزب الإسلامي والعضو البارز في القائمة العراقية التي يترأسها خصم المالكي اللدود إياد علاوي، يؤكد من جهته أن جميع هذه التهم سياسية وبالنتيجة باطلة. استهدفني وظف القضية طائفيا لصالحه تمهيدا للانتخابات القادمة، وسوف أتحدث عن ذلك مستقبلا. أقول رغم ذلك فقد أصبحت قضية استهداف الهاشمي قضية الوطن الجريح الذي بات بحاجة ماسة لما هو أكثر من مؤتمر وطني. لا أحد في بغداد يستطيع التكهن بالصفقة السياسية التي ستتم بين الكتل المتناحرة لإنقاذ رأس الهاشمي، وفيما إذا ارتأت تكتلات سياسية معينة أن مصلحتها التوافقية تقتضي الخلاص من ملف ثقيل ودفنه إلى الأبد مع حامله الوحيد.